السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا كده بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة بسكوت اقتصادي وبطريقة سهلة وحلوة قوي وبأقل الإمكانيات اللي عندك. يعني لو ما عندكش بيض ولا عندك زبدة ولا عندك حليب ولا حتى مكنة، أوعدك هتعملي أحلى بسكوت دايب وناعم وخفيف وهش بطريقة مش معقولة. والرسمة بتاعته ثابتة وواضحة زي ما انت شايفة. بسكوت بالبرتقال بطعم وريحة والله بدون مبالغة، من أحلى أنواع البسكوتات اللي ممكن تعمليها، وأحلى كمان 100 مرة من المعمول بالبيض. جربيه وانا متأكدة انك هتعتمد الطريقة وهتعمليه على طول. يعني انا عن نفسي هعمله كده ان شاء الله في العيد. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كيلو من الدقيق الابيض. انا مستخدمة دقيق اسمه الكوثر لجميع الاغراض، علشان بتسألوني على طول على نوع الدقيق. وهيكون حلو قوي برضو لو استخدمتوا دقيق خاص بالكحك او البسكوت. هتاخدي من الدقيق معلقتين كبار هرميين وتحط بدلهم معلقتين كبار هرميين من النشا. وبعدين تحط كده شوية ملح صغيرين قوي، وتقلبي بقى الدقيق مع النشا كويس لحد ما يختلطوا مع بعض. كده يكون جاهز معانا على العجن على طول. وبلاش اما تيجوا تعملوا كحك او بسكوت تستخدموا دقيق مخبوزات، لان عرقه بيكون شديد فبيطلعهم بنتيجه مش حلوه. معايا بقى كوبايتين من السمنه وزنهم 400 جرام. اخدت كده السمنه دوبتها كده على النار حاجه بسيطه، وبعدين عبيت الكوبايتين ودخلتهم بقى التلاجة يتماسكوا شويه، بس يعني سبتهم في التلاجة ربع ساعه بحيث تكون ساقعه ومتماسكه شويه. فبنعمل التركه دي ليه؟ علشان اما تضربي السمنه مع السكر الخليط ما يسخنش معاكي بسرعه، وكمان عجينه البسكوت ما تنطرش قدامها بعد كده. بالنسبه بقى لنوع السمنه، عاوزاكي كده تستخدمي اي نوع سمنه موجود عندك في البيت، سواء بقى سمنه بلدي او سمنه نباتي اللي عندك. يعني انا عن نفسي مستخدمه سمنه كريستال وكان نتيجه حلوه قوي. لو حابين بقى تستبدلوا السمنه وتحطوا بدلها زبده فده براحتكم. ونزلت على السمنه بكوبايتين من السكر البودر كان وزنهم 300 جرام. انا طحنته في البيت وكمان نخلته وبعدين عايرته في الكوبايات. ضروري تنخليه علشان لو في كتل ولا حاجه، سواء كنت طحناه في البيت او شارياه جاهز. في الاول كده بقلب السمنه مع السكر بالمعلقه شويه حلوين، بحيث السكر يدخل كده مع السمنه، علشان اما تيجي تضربي بقى بالمضرب السمنه والسكر ما ينطروش كده حوالينا ونبهدل الدنيا. هنبدا بقى نشغل المضرب ونضرب كده السمنه مع السكر، يعني اضربيهم كويس قوي لحد كده ما تلاقي لون السمنه بقى ابيض، وكمان القوام بقى ناعم وكريمي زي ما انت شايفه. فلو مش حابه تعملي الخطوه دي بالمضرب الكهربي، او مش موجود عندك مضرب، ممكن تضربيهم بالمضرب السلك العادي خالص، او ممكن كمان بالاسباتولا. المهم انك توصلي لنفس اللون والقوام اللي هتشوفيه. الموضوع هياخد معاكي شويه وقت ومجهود بس نفس النتيجه. وكنت بقى كل شويه كده بجيب الاسباتولا وبنزل اي حاجه على الجوانب علشان كل حاجه كده تمتزج وتختلط كويس. وبعد بقى ما توصلي للون والقوام اللي انت شايفاه، هتنزلي بتلت كوبايه من الزيت كان وزنهم كده 80 جرام. انا حبيت ادخل مع السمنه شويه زيت صغيرين علشان البسكوت مش بس يكون دايب، لا كمان يكون مقرمش والبسكوته تكون ماسكه نفسها. لان السمنه لوحدها كده بتخليكي مش قادره حتى تلمسي البسكوت وتلاقيه كده بيتكسر لوحده، يعني مش مستحمل لمسه ايديك. فالزيت بيديها كده تماسك وتكون حلوه قوي. وبعدين بقى بتشغلي وتكملي ضرب لحد ما تمزجي الزيت مع الخليط كويس. من وقت للتاني كنت بوقف المضرب وبنزل الجوانب دي علشان كله كده ينضرب مع بعضه ويكون كله بنفس القوام. في الوقت ده نزلت كده بكوبايه وتلت من عصير البرتقال، كان وزنهم 320 جرام. انا عصرت كده البرتقال بالعصاره اليدويه وصفيته كويس قوي. لو بقى هتعمليه في الخلاط يبقى لا تحطي له لا ميه ولا سكر. وعلشان بقى نعزز كده نكهه وريحه البرتقال، انا حطيت كيس فانيليا بنكهه البرتقال. لو مش عندك حط فانيليا عاديه مفيش مشكله، ولو مش حابه تحط فانيليا خالص براحتك. ما تقلقيش، كده كده اصلا البسكوت ما فيهوش بيض ولا اي ريحه زفاره. بالعكس البرتقال بيخلي كده لونه وريحته وطعمه فوق الخيال. بعدين بقى كملت كده ضرب لحد ما عصير البرتقال اختلط كده وامتزج مع باقي الخليط. خلاص كده دور المضرب خلاص انتهى. هكمل بقى شغل بايديا. هننزل بقى بالدقيق اللي كنا حاطين عليه نشا وكمان شويه ملح. وعلى فكره اساسي انك تنخلي الدقيق كويس قوي قبل ما تشتغلي، علشان البسكوت يطلع معاكي خفيف وهش مش مكتوم. وبعدين ضفت كيس بيكنج باودر كان وزنه 16 جرام. يعني بنحط كده لكل كيلو دقيق معلقه ونص كبيره من البيكنج باودر. انا حطيت نص كميه الدقيق لحد بس ما اخلطهم، وبعدين هبقى انزل بباقي كميه الدقيق، لان البوله مش واسعه كفايه ان اعرف احطه كله مره واحده. فانتوا لو بتعجنوا في حاجه واسعه تقدروا تحطوه من البدايه على مره واحده. وبعدين بقى بنكمل تقليب لحد ما الدقيق يتشرب السوائل ويختفي تماما. هبدا بقى اشيل الاسباتولا واقلبه بايديا افضل. فانا بقى كده بقلبه بالشكل ده، لان البسكوت يا جماعه مش بيتعجن ابدا،
هو يا دوب تقلبيه كده باطراف اصابعك كده لحد ما يختلط والعجينه تتشربه تماما، وهتحس كده ان العجينه بتاعته لينه شويه، فاوعي تضيفي دقيق. احنا يا جماعه عاوزينها بالقوام ده يعني تكون طريه. بصوا هي طريه في ايديا بس مش بتلزق، وهوريك قوامها دلوقتي. ولو بتلزق بسيط عادي برضو. طيب هتقولي لي يا امل انا عملت نفس المقدار ونفس الخطوات بالظبط، والعجينه طلعت معايا لينه زياده عن اللزوم. في الوقت ده بقى هتحط لها كده معلقه دقيق واحده لحد ما تظبط وتكون بالقوام اللي وريتهولك. وبرضو لو لقيتيها يابسه او ناشفه شويه يبقى حط لها كده معلقتين 3 من عصير البرتقال، لان الدقيق بيختلف عن بعضه، في نوع بيمتص سوائل عن نوع تاني. فلو قابلتك اي حاجه من دي تقدري تتصرفي وتعالجيها. غطيته بقى بكيس علشان العجينه ما تنشفش ولا تتعرض للهواء، ونبدا نشكل على طول. ودي بقى شكل القماع بتاعه البسكوت اللي هنشتغل بيها. في منها بقى الصغير ومنها الكبير، بنختار اللي نحبه. يعني انا عن نفسي هشتغل بالقمع الكبير. وعلشان بقى احنا في فصل الشتاء والجو بارد الايام دي فبنشتغل في العجينه على طول. اما لو كنت بتعمليه كده في الصيف الافضل بقى تدخلي العجينه كده التلاجة ربع ساعه او نص ساعه وبعدين تشكلي. حطيت بقى جزء كده من العجينه بس مش كتير في الكيس، يعني بحط حته عجينه صغيره علشان بس ما تبقاش تقيله على ايدينا ونعرف نتحكم في ضغطه ايدينا. بخلي كده القمع ملامس للصاج وبسحب بالشكل ده. بنسيب بقى مسافة بين كل بسكوتة كده والتانية لأن حجمه بيزيد شوية صغيرين أثناء التسوية، فما يلزقوش في بعض. والصاج اللي بتشكلي فيه يعني مش بندهنه بأي حاجة ومش بيلزق، ما تقلقيش. حاولي بقى تخلي كده البسكوت يكون بنفس الحجم، يعني يكون قد بعضه على قد ما تقدري، لأن ده بيفرق جدا في التسوية. الصاج بقى اللي تخلصيه تشكيل يا دوب تكوني كده مسخنة الفرن بتاعك وتسويه على طول، يعني ما تركنهوش جنبك. ولو بقى سويتي كده الصاج وحابه تشكلي فيه تاني يبقى تسيبيه كده يبرد في الاول وبعدين تشكلي. ما تشكليش فيه هو لسه سخن او حتى دافي. وعلشان العجينه سلسه كده وطريه هتلاقوها بتنزل من القمع بكل سهوله، لكن لو يابسه هتلاقوها كده تقيله على ايديك وهيكون صعب نزولها من القمع. وهكمل بقى باقي الكميه بنفس الطريقه. بالنسبه بقى للتسويه بتاعته، الفرن في الاول بنسخنه كويس قوي، وبنخليه على درجه حراره 180. بنحط كده الصاج على شبكة الفرن في النص، وأول ما بلاقيه كده خد لون من تحت بقوم مولعاله الشواية يحمر من فوق. أما بقى لو فرنك كده بيولع تحت وفوق مع بعض يعني خلي الشواية هادية قوي، علشان بس ما ياخدش بلون بسرعة من فوق أو يتحرق منك. وكل كده 5 دقايق لف الصاج على الاتجاه التاني علشان يطلع بلون موحد وقمر زي ده، يعني ما يطلعش معاكي واحدة فاتحة وواحدة غامقة. واول كمان ما تطلعيه من الفرن ما تحركوش على طول، يعني سيبيه يهدى شويه وبعدين حركيه او شيليه من الصاج براحتك، علشان بس ما يتكسرش مننا. هو بياخد تسويه في الفرن حوالي نص ساعه، يعني ممكن اقل شويه او ازيد شويه، ده بيرجع للفرن بتاعك. تعالوا بقى اما اوريكم الجمال ده. شايفين البسكوته ما شاء الله روعه الروعه، ما فيهاش غلطه، لون وتسويه ما فيهاش كلام. يعني زي ما دخلناها الفرن زي ما خرج منه لا فرش ولا اي حاجه. وكمان زي ما انت شايفه الرسمه بتاعته ثابته وواضحه جدا. ده غير ريحته بقى اللي قلب الدنيا. وطعمه بقى حكايه والله العظيم، اي حد اكل منه ما كانش مصدق انه معمول من غير بيض. البسكوته يا جماعه حكايه، ناعم قوي ودايب، والبسكوته خفيفه زي الريشه وبيدوب في الشاي بطريقه مش معقوله. يمكن من احلى البسكوتات اللي ممكن تعمليها. انسي بقى البيض وسعره الغالي، وكمان الناس اللي بتتحسس من ريحه البيض اعمليه على ضمانتي. وكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب بقى اكون قدرت افيدكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش او اول مرة تشوف القناة. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.